مساء الخير. النهارده حنفي لعب المباراة بدون ان هو يحصل له ان هو يحقق المطالب اللي يتكلم فيها، خوفا من ان هو ينزل درجة رابعة. وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. انت خايف من الاهلي، خفت من الاهلي في الدوري ان وديتنا ال3 نقط، وشكرا، الف شكر ان انت عملت كده. طب وانت مش هتلعب مباراة السوبر الافريقي ولا هتعمل فيه ايه رخرة؟ يعني اتمنى من الناس اللي خدت القرار اللي هي قالته ده، انت هنت النادي بتاعك. انت كنادي زمالك، انت نزلت من نظرنا، انت نزلت من نظر، المفروض ان انت نزلت من نظر جماهيرك، مش نزلت من نظرنا احنا كاهلاويه. يعني احنا معتادين ان انت بتعمل حاجات مش لذيذه، فعادي طبعك. لكن انت كده، يعني انت كده انت عملت ايه يعني؟ ما لعبت النهارده وفزت 4-2، وزي ما رضا عبال بيقول ان سيراميكا قويه. طب انت ما انت خفت من الاهلي، طب انت خفت من الاهلي، طب هتعمل ايه؟ هتعمل ايه في السوبر الافريقي؟ يعني انت النهارده خفت من الاهلي ان انت تواجهه في الدوري المصري. طب هتعمل ايه في الافريقي، السوبر الافريقي، ولا ما انتش رايحه؟ فيعني اتمنى ان يبقى في اداره عقلانيه شويه في نادي الزمالك عشان تعرف تاخد قرارات مفيده للنادي، مع ان النادي بيبقى فيه لعيبه كويسه وجميله، بس للاسف اداره بتودي في 60 سلام، اداره بتودي نفسها وبتودي لاعيبتها في منطقه تانية خالص. محدش عارف انتوا رايحين فين وجايين منين بيه. يعني زي ما كان رضا عبد العال بيقول ان هو حتى الناس المفروض اللي في الاداره بتدفع فلوس، محدش بيدفع فيهم فلوس. انتوا رايحين بالنادي فين؟ انا اهلاوي اولا يعني، بس اتمنى ان يبقى في عقلانيه شويه. طول عمرنا بنتكلم الاهلي والزمالك قطبين الكره المصريه، فالنهارده مفيش قطبين الكره المصريه، هو الاهلي بس، مفيش منافسه. باللي انت عملته الايام ديت انت مش منافس للاهلي، انت خايف من الاهلي، وده لوحده شيء تاني، شيء عقيم. انت النهاردة اثبتت ان انت خايف من الاهلي، وخايف تنزل درجة رابعة وما تحققش اي مطالب لك. فالنهاردة انت مش ندي للاهلي، بجد انت مش ندي للاهلي، انت كزمالك انت مش ندي للاهلي. فاتمنى ان انتوا ترتبوا دنيتكم تاني ويبقى في فعلا منافسة قوية تاني.